صباح الخير عليكم يا البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. راني رجعت لكم اليوم فيديو جديد على القناه ديالي. كما راكم تشوفوا الوصفه تاع اليوم يعني وصفه تقليديه اللي هي الدواره على اصولها. اذا نفوتوا مباشره لطريقه التحضير. عندي لهنا كما راكم تشوفوا الريه مع الدواره من بعد ما كملت نقيتهم وغسلتهم كامل، وعندي لهنا حبه ديال البصل يعني تقطعيها عشوائيا. اذا ناخذ لهنا لاكوكوت درت فيها الدواره هذيك اللي راح نغليها هنايا هكذا كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم بعد ما غسلتها مليح، انا لهنا ما شاركتش معكم الطريقه تاع التنقيه ديالها باش يعني لا فيديو ما تجيش طويله. ونضيف عليها حبه ديال البصل اللي مقطعه عشوائيا هكذا، وندير عليها 2 ورقات ديال الرند هكذا وشويه ديال الملح هكذا، ونحركهم كامل. بعد نضيف عليها كميه ديال الماء حتى تغطى لي كامل هذيك الدواره والريه اللي عندي باش نديرهم يغلاو هكذا. نخلطهم كامل مليح ونديرهم فوق الفرن. انا لهنايا طفت عليها كلمسه نص حبيبه ديال القارص اللي قطعتها هكذا على 2 ونخليها تغلى يعني باش تنحى لها كامل الريحه ديالها. اذا هاي ليك من بعد ما غلات وطفيت عليها كما راكم تشوفوا لهنايا نحي لها هذاك هكذا. من بعد ما غلات كامل نحي هذوك لي مغصو تاع الليم عفوا هكذا مع هذوك ديال الرند، ونحي لها الماء ديالها كامل هكذا. من جهه اخرى ناخذ لهنا حبه ديال البصل رابي، حبه ديال الثوم رابي، وعندي لهنا حبه ديال لا طوماط اللي رابيتها، وزدت رابيت معها كما نقولوا حبه ديال الفلفل الاحمر حار. اذا ناخذ ندير لها الزيت كما راكم تشوفوا. انا لهنا درت كميه كبيره لانه الدوره ديالي نحيت لها كامل الليدام هذوك، ومن بعد نضيف عليها حبه ديال لا طوماط وحبه ديال الفلفل الحار كما نقولوا ماشي حار مليح مي يعطي بدنا لاصوص ديالنا. ونضيف عليها حبه ديال الثوم كما قلت لكم من قبل رابي، وحبه ديال البصل هكذايا. ومن بعد نجي لي زيبيس. انا لهنا استعملت كميه ديال فلفل الكحل هكذا كما راكم تشوفوا، كميه ديال الكمون الحمار عفوا ولا فلفل عكري كل واحد كيفاش يسميه هكذا، ونضيف عليها الكمون هكذا بهذه الطريقه مع الملح بيان سور. ونضيف عليها ملعقه كبيره ديال لا طوماط كونسونطري ونحركهم كامل هكذايا حتى تتبل لي كامل الدواره ديالي هكذا. نحركهم كامل مليح بهذه الطريقه باش يتحمسوا لي كامل. ونضيف عليهم الحميصه عفوا باش كان لهنا الحميصه ديالي ماشي طايبه، دونك نحب نديرها او ديبي تتحمس معاهم كامل هكذا. ونخلط بهذه الطريقه يعني باش يتشرب كامل الميلونج هذوك لي زيبيس يعني ياخد ذوق بزاف بنين. انا لهنا نضيف عليها 1 كويار تاع الحشيشه اللي مقطعه بنفس الطريقه. نحركهم كامل او ميم طون على نار قليله كما راكم تشوفوا لهنايا باش يتحمس، لانه السر ديال الطياب ديالها كما نقولوا في التحماس ديالها هكذا. ونخليها تتحمس على راحتها. انا لهنا من جهه اخرى قطعت الكورجيت درت عليها كميه ديال الملح شويه تاع كمون وشويه ديال فلفل الكحل هكذا، ونخلطهم كاملين بهذه الطريقه ونخليها اكوتي. اذا لهنا من بعد ما كملت تحمست لي كامل هذيك الدواره نجي نمرق عليها هكذا بالماء كما راكم تشوفوا هكذا، ونحركها ونضيف عليها الان شويه ديال الماء حتى نشوف كامل هذيك الدواره مع الريه ديالي ماهمش يبانوا حتى يتغطاو كامل مليح. ومن بعد نغلق على كوكوت ديالي وندير لها الصفاره ديالها ونخليها فوق الفرن
هكذا تطيب تغلى. بعد لهنا من بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا راهي تفور هكذا، نضيف عليها هذيك الكورجات. كما راكم تشوفوا لهنا لاصوص ديجا راهي بدات تتقال. نضيف عليها اذا هذيك لا كورجات اللي كنت تبلتها وخليتها اكوتي، يعني هذوك لي زيبيس كي نديروهم هكاك في الكورجات يطلقوا عليها بنه ونخليها تطيب. اذا هاوليك الشكل ديال الدواره تاع نهار اليوم بعد ما طابت. رشيت عليها من الفوق شويه فلفل كحل، شويه حشيشه، وكما نقولوا درت لها هاد الحبيبات ديال الفلفل باش يطلقوا البنه ديالهم من الفوق. اذا هاوليك الشكل النهائي ديالها. كما نقولوا ماشي وصفه جديده، لكن حبيت نشارك معكم طريقه ديال التحضير ديالها كيفاش نديروها حنا عندنا هنايا في ولايه تيزي وزو. نتمنى لا غوصه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، وما تنساوش تشاركوني بالاراء ديالكم تخلوهم لي في لي كومونتير. تبقاو على خير. على بروشان، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.